بريس 23. الجعفري: المعارضة تلقت تعليمات بالانسحاب من المفاوضات. قال رئيس وفد النظام السوري المفاوض في جنيف بشار الجعفري بأن المعارضة أرادت الانسحاب بعد تلقيها تعليمات من السعودية وقطر وتركيا، وأضاف: لا نعلم متى تنتهي المرحلة التحضيرية لمحادثات جنيف. الأمم المتحدة: مقتل 3 من عاملي الإغاثة قرب حلب. قالت الأمم المتحدة أن الحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري والميليشيات المساندة له في ريف حلب الشمالي أدى إلى مقتل 3 عاملي الإغاثة الإنسانية ونزوح مئات من الأسر بسبب اشتداد المعارك. العاهل الأردني: اللاجئون أوصل الشعب الأردني إلى درجة الغليان. قال العاهل الأردني عبد الله الثاني أن الشعب الأردني وصل إلى درجة الغليان نتيجة المعاناة التي تسبب بها نزوح مئات آلاف اللاجئين السوريين إلى المملكة، وأكد أن هذا النزوح عرض البنية التحتية والاقتصاد في الأردن لضغوط هائلة. سقوط قذائف قرب جنود أتراك دون وقوع إصابات. سقطت عدة قذائف مورتر وأعيرة نارية على بلدة حدودية تركية قرب جنود الأتراك كانوا يعملون على إزالة الألغام مصدرها من الأراضي السورية في الجزء التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح. دي مستورا يعلن تعليق المحادثات السورية. قال المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا بعد اجتماعه مع وفد المعارضة السورية إنه تم إعلان تعليق المحادثات السورية حتى 25 من هذا الشهر. ونوه دي مستورا أن المحادثات لم تفشل لكنها تحتاج إلى مساعدة عاجلة من داعميها، خاصة الدولتين أمريكا وروسيا. ألمانيا تقر تجديد إجراءات اللجوء. أقرت الحكومة الألمانية تجديد إجراءات اللجوء وفرض قيود على لم شمل الأسر فئة معينة من اللاجئين، وذلك في وقت تعتزم فيه ترحيل المهاجرين المدانين بجرائم إلى بلدان العبور.